خلاص هلعب الكوت ديفوار، واحدة من أصعب الماتشات اللي ممكن تتخيلها. أحب أقول لك إن الماتش دوت مش ماتش عادي، ده خناقة وعركة كبيرة. عشان كده تعال أقول لك الحكاية وخلاصتها. عشان كده زي ما قلت لك إن هي عركة كبيرة، كابتن حسام حسن لازم هو داخل الماتش دوت يحسبها 1000 مرة. إن أنت مش هتلعب منتخب عادي، ده هتلعب منتخب من أصعب 5 منتخبات هتواجههم في البطولة دي. عشان كده التوقع والأحسن إن أنت تلعب بفريق منظم دفاعيا. ماتش زي ده يا كابتن حسام انت محتاج تلعب بمدافعين كتير قوي، عشان ماتش زي دوت انت محتاج تقفل على الوينجين بتوع الكوديفوار ان هم اساسا هدافين بتوع الكوديفوار. لو جينا بصينا هتلاقي الاتنين دول طيارات ما بيهمدوش. كابتن محمد هاني النهارده يوم 7 يناير احب اقول لك ابتدي اجري عشان تلحق واحد من الاتنين، انت والكابتن احمد فتوح. المهم بقى احنا كلنا في ظهر الكابتن حسام، بس في كام نقطه انا حبيت اتكلم فيهم بمختصر مفيد. لو جينا بصينا على اي بوست في الفيسبوك بينزل على البطوله دي، مثلا بوست للمنتخب المغرب، هتلاقي جمهورك المصري بيدعم منتخب المغرب اكتر ما تلاقي بوست في مؤتمر صحفي للكابتن حسام جنبه اي لعيب بيتكلم هتلاقي كلمه او الايموجي بتاع ها ده كتير قوي. ما معرفش ليه كلنا يعني على الاقل احنا لازم ندعمه الفتره دي. احنا كل اللي عايزينه نشرف منتخبنا ونرجع ناخد البطولات تاني. نعمل التشكيل المتوقع ممكن يبقى في حبه لعب من الكابتن حسام، بس انا رايي يا ريت نرجع نلعب بمهاجم. انت تشكيلتك كلها زي ما هي صح، بس ارجع العب بمهاجم. حته ان انت كنت بادي بتريزيجيه وابراهيم عادل ومرموش الثلاثه اللي بيلعبوا في مركز واحد ابتديت بيهم قدام، ده كان اكبر غلط ليك. احنا كلنا في ظهرك وكل ده احنا مستنيين الفوز. طبعا الكابتن ابراهيم فايق ان شاء الله مش هيطلع معانا الطلعه الجايه، وخير ان شاء الله على منتخبنا، وان شاء الله هنرجع مبسوطين، وان شاء الله كلنا في ظهر المنتخب. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك وتكتبوا لنا توقعاتكم للماتش في الكومنتات، وسلام.